فكرة الألوان عند المصري القديم وإزاي عملوها وإزاي فضلت كل المدة دي محتفظة بجمالها وبألوانها الزاهية. طب إيه المواد اللي هم استخدموها؟ هم استخدموا المواد الطبيعية، الأحجار الطبيعية أو البودر بتاع الأحجار الطبيعية. كانوا بيستخدموا اللون الأبيض حجر الجيري، بودر الحجر الجيري، واللون الأزرق حجر اللابس اللازلي، واللون الأخضر كانوا بيستخدموا حجر الملاخيط، واللون الأزرق كانوا بيستخدموا اللابس زي ما احنا اتكلمنا، واللون الأصفر والأحمر استخدموا أكاسيد الحديد. طب هم جابوا الحاجات دي منين؟ وعملوها ازاي؟ وايه المواد اللي كانت بتختلط بيها عشان تفضل ثابته وقويه؟ وهل هم استخدموا النار عشان خاطر يثبتوا الالوان دي داخل المقابر؟ طب لما هم استخدموا النار داخل المقابر او داخل المعابد، عملوا ايه في الدخان الاسود واللون الاسود اللي هو كان بينتج عن احتراق النار دي؟ دي كلها اسئله مهمه جدا، اسئله كلنا بنسالها لنفسنا، كلنا بنتسال هي ليه الالوان دي فضلت محتفظه بالزهو بتاعها وبالالوان الباهره بتاعتها وما فقدتش لونها، برغم ان احنا الايام دي ممكن الالوان دي في خلال سنه او سنتين بالكتير بتبهت وبنحتاج ان احنا نغير اللون او ندهن من جديد. والالوان دي ليها اكتر من 3000 سنه ولسه محتفظه بالوانها، مش بس في داخل الاماكن المقفوله عشان اشعه الشمس، لا ده في داخل المعابد زي معبد مدينه هابو ومعبد ابيدوس وكثير من المعابد، بالذات الجزء اللي هو مش معرض للشمس، عشان الشمس دي بتعمل تأثير كبير على الألوان وهي اللي بتدمر الألوان. فالألوان دي فضلت صامدة أكتر من 3000 سنة داخل مقابر، خاصة مقابر وادي الملوك ومقابر النبلاء وكل المقابر الموجودة في الأقصر. يلا بينا نشوف الألوان دي فضلت ليه ازاي، وهم عملوا ايه عشان الألوان دي تفضل محتفظة بنفسها أو محتفظة بألوانها الزاهية لحد النهاردة. يلا بينا نشوف، يلا بينا. أعزائي المشاهدين، السؤال اللي بيطرح نفسه هما الألوان دي وصلوا لها ازاي؟ أو الفكرة بتاعتها وصلت لهم ازاي؟ الألوان دي استخدموا فيها الألوان الطبيعية زي ما احنا اتكلمنا أو الأحجار الطبيعية والمعادن الطبيعية. يعني هما على سبيل المثال عشان يعملوا اللون الأبيض استخدموا حجر الجيري، الحجر الجيري اللي هو لايم ستون، وبس ما استخدموهوش بالصورة اللي هو فيها، لا استخدموه على شكل بودر، كانوا بيطحنوه في المطاحن بتاعتهم المصنوعة من الحجر، وياخدوا البودر ده. هل هم ياخدوه يخلطوه بالمية وبعد كده يلونوا بالحيط؟ لا طبعا اكيد لا. هم كانوا بيضيفوا ليه من خلال تحليل الالوان دي، وجدوا ان هم بيضيفوا ليه مواد معينة. المواد دي كانت بتؤدي الى تماسك وثبات اللون على الجدران بتاعة المقابر او المعابد. طيب البودر بتاع اللون بتاع اللايم ستون ده لما كانوا بيخلطوه بايه؟ ايوه كانوا بيخلطوه ببياض البيض او زلال البيض، ودي ماده جيلاتينيه، وكانوا بيخلطوها مع كل الالوان او كل مسحوق ناتج عن لون من المعادن او الاحجار. عشان كده الالوان دي طبيعيه، وطبعا الالوان دي طبيعيه فظلت محتفظه ب يعني الوانها زاهيه واشكالها لفترات طويله. واولهم اللي هو اللون الابيض، واللون الابيض ده كان ليه دلاله وليه رمز عند المصري القديم لانه يعني النقاء او الطهاره. عشان كده دايما الميت كان بيرتدي الرداء الابيض، وازير اله العالم الاخر كان بيلبس اللون الابيض، كان بيلبس اللون الابيض في المحكمه بتاعته، والتاج الازيري كان بيبقى باللون الابيض. عشان كده اللون الابيض ده كان من الالوان المفضله عند قدماء المصريين واهتموا بيه، وكان ناتج مسحوق اللي هو الحجر الجيري. اللون التاني واللي هو كان مهم جدا اللي هو اللون الازرق. اللون الازرق ده استخدموا حجر اللابس او اللابس اللازولي اللي هو اللون باللون الازرق، وده من الاحجار الكريمه. كانوا بيطحنوا الحجر ده وبيستخدموا البودر بتاع حجر اللابس اللازولي اللي هو كان باللون الازرق كصبغه او كماده للتلوين. وكان بيحصل مع اللون ده، واللون ده كان طبعا يعتبر لون حجر كريم، فكان بيستخدم في تلوين جسد الإله، لأن اللون الأزرق ده بيرمز إلى النيل ويرمز إلى السماء، إله السماء. عشان كده دايما اللون ده كان يعني بيستخدم في أجساد الآلهة زي الإله، خاصة الإله أمون رع، كان بيلون باللون الأزرق لأنه يرمز إلى النيل ويرمز إلى السماء. اللون ده كان نادر الاستخدام وكان بيستخدم للآلهة فقط،
ومن الألوان المحببة عند المصري القديم، لأن زي ما احنا عارفين طبقا للعقائد المصرية القديمة هناك بعض الألوان المحببة للمصري القديم، وهناك بعض الألوان الغير محببة، واحنا هنتكلم بالتفصيل عن الألوان دي. ومن الألوان المحببة للمصري القديم كان اللون الأزرق اللي هو ناتج خلط البودر أو المسحوق، اللي هو ناتج عن طحن حجر اللبس اللازلي، واللي كان بيخلط زي اللون اللي سبقه اللون الأبيض ببياض البيض أو زلال البيض. ودي مادة جيلاتينية بتؤدي إلى تماسك حبيبات المسحوق ده، وبعد كده بتستخدم عشان بعد كده لما بتثبت على الخوائط لتلوين الأشكال والمناظر الموجودة داخل المقابر والمعابد. تمام، فدي حاجة مهمة جدا اللون الأزرق. وبعد شوية هنتكلم عن لون تاني، لون مهم جدا، اللي هو اللون الأخضر. واللون الأخضر ودلالة اللون الأخضر عند المصري القديم وعقائد المصري القديم، وده اللي احنا هنشوفه بعد شوية الشرح اللي جاي. اللون الأخضر وده ليه دلالة مهمة جدا. اللون الأخضر ده كان دايما اللي بيتلون باللون الأخضر اللي هو الإله أوزير. طيب ليه الإله أوزير؟ لأن الإله أوزير أو الإله أوزوريس كان إله العالم الآخر، فكان اللون الأخضر بيشير إلى البعث أو النماء أو ايفر جرين، يعني هو دائما أخضر أو دائما موجود أو دائما صغير أو نامي. عشان كده اللون الأخضر ده كان لون مهم جدا. طيب إيه نوع الحجر اللي هم استخدموه عشان يعملوا اللون الأخضر؟ الحجر اللي استخدم لصناعة اللون الأخضر اللي هو حجر الملاخيت. حجر الملاخيت أو الملاكايت، الحجر ده لونه أخضر، والحجر ده برضو شبه كريم، والحجر ده كان بيوجد في الطبيعة، وكان بيسحق أو بيطحن ويستخدموا البودر بتاعه الناتج عن عملية الطحن، وهو بيخلط مع زلال البيض ويثبت كغيره من الألوان. وطبعا كانت دايما اللي هو الزروع والأشجار ووجه الإله أوزوريس وأي شيء يعني يشير إلى النماء كان بيلون باللون الأخضر. اللون الأخضر اللي احنا بنقول عليه ايفر جرين، اللي هو زي لون وش الإله أوزير طبقا للعقيدة المصرية القديمة. ودي حاجة كانت معروفة وحاجة كانت مؤكدة في كل الكتابات المصرية. حتى اسم واجيت اللي هي الكبرى اللي هي تسمى دائما أو الخضراء أو متجددة، ودي كانت رمز من رموز الشمال والجنوب. الإلهة وجيت يعني المتجددة أو الباقية أو دائمة الخضرة، ودي كان من ضمن الحاجات اللي هي موجودة في الديانة المصرية القديمة. إذن حتى في محكمة أوزير بنشوف الإله أوزوريس وهو بيمثل في المقصورة بتاعته وهو باللون الأخضر. اللون اللي جاي هو اللون الأسود. يمكن اللون الأسود النهاردة احنا بنستخدمه في الحداد أو الحزن، وهو بيشير للحزن والحداد، ولكن في مصر كان من الألوان المفضلة. ليه؟ أولا إن اللون ده لون أرض مصر اللي هو الغرين أو طمي النيل، فكان يشير إلى الخصوبة، وكان من الألوان المفضلة عند المصري القديم. عشان كده الإله أنوبيس اللي هو إله التحنيط اللي هو ابن آوى، إله التحنيط عند المصري القديم وحرس الجبانة وإله الجبانة، كان يمثل دائما وجهه باللون الأسود. اللون الأسود ليه؟ عشان اللون الأسود ده يعني يشير إلى أرض مصر. فهو الإله أنوبيس كان بيحفظ خصوبة المومياء بعد عملية التحنيط وإخراج كل الأعضاء من الجسد وإتمام عملية التحنيط اللي كانت بتستغرق حوالي 70 يوم. فهو كان بيحافظ على المومياء أو جسد الملك المتوفي في حالة من الخصوبة أو حالة من الشباب. عشان كده كان دايما الإله أنوبيس أو ابن آوى اللي كان بيمثل برأس ابن آوى كان بيمثل باللون الأسود. إذن اللون الأسود في مصر القديمة لم يكن لونا غير محبوب أو يمثل الحداد، لا، اللون الأسود ده كان بيشير إلى النماء والخصوبة، وكان يشير إلى خصوبة الأرض وبالتالي خصوبة الموميا اللي هو كان مسؤول عنها الإله أنوبيس اللي هو إله التحنيط. طب هم استخدموا إيه للون الأسود؟ استخدموا الفحم، فكان مسحوق الفحم الناتج عن طحن الفحم الحجري أو النباتي، فكانوا بيستخدموا البودر ده، وكان زي غيره من الألوان كان بيستخدم في التلوين بعد ما يمزج مع زلال البيض اللي هي المادة الجيلاتينية اللي كانت بتؤدي إلى تماسك اللون وتكوين اللون وتثبيته على جدران
المعابد والمقابر وكل. اخر الالوان اللي هنتكلم عنها ان هما لونين، اللون الاصفر واللون الاحمر. واللون الاصفر واللون الاحمر ده كانوا بيستخدموا في صناعتهم اكاسيد الحديد. اكاسيد الحديد اللي هي كانت يعني تكون في باطن الارض تحت درجات من الضغط والحراره اللي عليه، وكانت توجد في الطبيعه. كانوا بيستخدموا الالوان دي من اكاسيد الحديد اللي بيجمعوها من الجبال ومن المناطق البعيده في الصحراء، في صحراء مصر. بيطحنوا الحجر ده وبينتج عنه اللون الاصفر واللون الاحمر. طبعا اللون الاصفر ليه دلاله ان هو كانت كل الخراطيش الملكيه واسماء الملوك كانت يعني تلون او تؤتم باللون الاصفر، واللي هو يشير الى لون الذهب، اللي هو يعني ايه الجولدن نيم او الاسم الذهبي للملك. تمام. ده من ضمن الحاجات اللي احنا عارفينها ان اللون الاصفر ده كان لون مهم جدا ويشير الى لون الذهب كده في الخراطيش، خاصة في الخراطيش الملكية سواء الملك أو الملكة أو وريث العرش. أما اللون الأحمر وده آخر لون وأنا حبيت أخليه اللون الأخير، فهو كان لون غير محبب عند المصري القديم، وكان دايما إله ست بيصور على شكل كلب مقطوع الأذنين وفي الوضع جالسا أو حمار باللون الأحمر. طب ليه اللون الأحمر بيشير إلى إله الشر؟ عشان بيشير إلى دماء القتلى أو ضحايا الحروب، وكان يستخدم في السحر الأسود. عشان كده أصبح يرمز إلى إله الشر اللي هو الإله ست عند المصري القديم. وإحنا عارفين الإله ست وأسطورة ست وأوزوريس اللي هو قتل أخوه وقطع جسده إلى 42 قطعة. إذا اللون الأحمر كان من الألوان غير المحببة عند المصري القديم. إذا الألوان المحببة اللون الأزرق والأخضر والأسود والأبيض والأصفر، واللون الغير محبب كان اللون الأحمر يشير إلى إله الشر. وآخر حاجة هنتكلم عنها هم كانوا بيثبتوا الألوان دي إزاي داخل المقابر والمعابد. داخل المقابر كانوا بيستخدموا النار لتثبيت هذه الألوان على جدران الحجرات، حجرات الدفن والمقبرة نفسها. السؤال اللي بيطرح نفسه، طب هم كانوا بيستخدموا النار، كانوا بيستخدموا ايه؟ اللمب او يعني الجاز او لمبة الجاز او عشان تسخين اللون على جدران الحوائط وتثبيته عليها. عشان كده كانوا بيحتاجوا اكسجين. ومشكلة تانية ان هم كانوا محتاجين ان ما يكونش فيه سيناج اسود او اللون الاسود الناتج عن الحرق اللي هو من الدخان. فهم كانوا بيتغلبوا عن الموضوع ده ازاي؟ ان هم كانوا بيضيفوا ملح الطعام للزيت عشان يمنع تكوين اي دخان. فكده تبقى اضاءة فقط، يعني تبقى كده الاضاءة فقط هي الاضاءة والحرارة بس، مفيش سيناج ومفيش لون اسود. وهم كانوا على درجة عالية من الذكاء عشان يتجنبوا أي شيء ممكن يأثر على رسومهم أو نقوشهم الموجودة داخل المقبرة أو داخل المعبد. يا رب تكونوا اتبسطتوا، ويا رب يكون قدمنا فكرة عن الألوان وهم ازاي كانوا بيعملوها، وكانت مهمة جدا. وبسطنا الفكرة ونشوف الفرق ما بين الألوان اللي كانت تصنع قديما والألوان اللي تصنع حديثا، اللي هي يعتبر nothing. يعني الحاجات دي يعني احنا بتستمر سنة 2-10 بالكتير، وبنحتاج ان احنا نجدد دهانات البيوت. لو الموضوع عجبكم يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايكات بتاعتكم. يا ريت يعني لايكات وشير والكومنتات بتاعتكم، ده هتساعدنا جدا عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو غريب عن الحضارة المصرية القديمة، وعمل مقارنة ما بين اللي في الأيام اللي احنا فيه حاليا والصناعة أو الغاز أو تفسير أشياء موجودة في الحضارة المصرية القديمة. شكرا وأشوفكم في الحلقة الجاية.